سلام خوتي وخواتاتي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وما ناقصكم حتى خير. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على قناتي وقناتكم ندى شانيل. الا كنتوا زوار جداد للقناه فما تنسوش تضغطوا على زر الاشتراك وتفعيل الجرس باش تبقاو ديما توصلوا بجديد القناه. لايك للفيديو فضلا وليس امرا، وتعاليقكم بخصوص الموضوع. محمد الترك يكشف سبب تسريبه اغنيه طليقته دنيا باطمه خربوشه، فخليكم معنا باش تعرفوا التفاصيل. يبدو أن تسريب المنتج البحريني محمد الترك لأغنية خربوشة لطليقته الفنانة المغربية دنيا باطمة كان عبارة عن ردة فعل ضد الأخيرة. وكشف الترك أن السبب وراء تسريبه للأغنية يعود لنشر باطمة صورة لابنتهما ليلى روز على وسائل التواصل الاجتماعي دون إذنه. وأكد الترك أن قرار تسريب الأغنية جاء كرد فعل على تصرف باطمة بعدما قامت شقيقتها ابتسام باطمة بنشر صورة ابنتهما ليلى روز خلال احتفالات عيد الأضحى. وشدد المنتج البحريني على أن مشاركة صورة ابنته في منصات التواصل الاجتماعي أمر غير مقبول، خاصة أن لا علم له بذلك. بعد ما خرج أغنية دنيا باطمة خربوشة فهو جوه انتقادات اللي كثيره بزاف ديال التعاليق قالوا لي بان هذا الفعل ديالك فعل صبياني وغير محسوب. فحتى هو خرج كيدافع على راسو وقال حتى هما خرجوا الصوره ديال ليلى روز بلا الاذن ديالو ولا العلم ديالو، هذا الامر غير مقبول عنده نهائيا. فحتى هو ضد فيهم خرج اغنيه خربوشه. فهنا كنكون وصلنا لنهايه الفيديو. شكرا لكم على المشاهده، الى اللقاء مع فيديو قادم ان شاء الله.